بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة ان شاء الله. هنحضر مع بعض اسهل وابسط طريقة لعمل كيك الشوكولاتة، خفيفة وهشة ومرتفعة وبتدوب في البق دوبان، بمقادير مظبوطة، ومش هتاخد معاكي 5 دقايق، وهتنفع في المناسبات وتغني عن التورتة والجاتوه من كتر حلاوتها. متغرقة بصوص طعمه لذيذ جدا، وهنقول المقادير بالجرام وبالكوباية علشان تطلع معاكي مظبوطة بالظبط. بس طبعا هنتابع الفيديو للآخر، وهنحط لايك للفيديو عشان يرتفع. ولو أول مرة تشوفوا قناتي، هيكون لي الشرف انكم تشتركوا لي فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم. وتعالوا مع بعض نشوف حضرنا كيكة الشوكولاتة ازاي النهاردة. حضر الخلاط بتاعي يا جماعة، وهنزل في الخلاط بأربع بيضات متوسطة، ولو كبيرة يبقى 3 بدرجة حرارة المطبخ. وطالما قلنا بيض يبقى فانيليا على طول، وبنزل عليهم ب2 باكت فانيليا. وطبعا هبدأ أنزل بكوباية وربع من السكر الحبيبات، ما يعادل 260 جرام. وهبدأ أضرب كويس لحد البيض ما يختفي ولونه يفتح معايا. تمام. هتضربي دقيقة أو دقيقتين ضرب مستمر لحد ما يديك اللون الفاتح ده. وبعد ما يديني اللون دوت هبدأ أنزل بكوباية زيت ما يعادل 200 ملي. تمام. بكوباية الشاي العادي أو مج الشاي العادي بتاعنا يا جماعة. والكوباية اللي هتعايري بيها المقادير تبقى هي واحدة بس. الكوباية اللي تعايري بيها كل المقادير. وهضرب ضربة طبعا خفيفة. وهبدأ أنزل بكوباية لبن كمان أو حليب ما يعادل 200 ملي، وأضرب برضو ضربة خفيفة. وكده تمام. دور الخلاط بتاعي يا جماعة خلص. هبدأ إن أنا أركن المواد السائلة بتاعتي وأحضر المواد الجافة في طبق يا جماعة. هنزل ب2 كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات، ما يعادل 315 جرام. تمام. وأنزل عليهم بباكت كيك شيف ما يعادل 23 جرام. وهنزل كمان بذرة ملح أقل من ربع معلقة صغيرة علشان أظبط الطعم بتاعي، ومعلقتين كاكاو خام غير محلى ما يعادل 50 جرام. وأقلب كله كويس. تمام. هقلب كل المواد الجافة كويس زي ما انتوا شايفيني بقلبها كده. وهبدأ أنزل عليهم بالمواد السائلة اللي أنا ضربتها في الخلاط. وطبعا هنزل كل اللي في الخلاط عشان دي مقادير مظبوطة يا جماعة. هنزل كل اللي في الخلاط وأبدأ بالمضرب بتاعي أقلب بالراحة وأقلب كويس جدا لحد ما أتأكد إن كل المواد الجافة اختلطت بالمواد السائلة معايا. ولازم تتأكدي إن مفيش دقيق أو مفيش مواد جافة معاكي خالص، لازم كلها تختفي معايا. هقلب كويس. وهجيب الاسباتولا بتاعتي واقلب بيها الجوانب، واجيب اللي تحت فوق برضو عشان اتاكد ان ما عادش فيه مواد جافه معايا خالص. هنزل الجوانب وهقلب. بصي لما بتقلبي من تحت بيظهر معاكي مواد جافه هي، فلازم التقليب كويس جدا. وهرجع اقلب بالمضرب تقليبه كمان مره علشان اتاكد ان المواد الجافه اختفت كلها معايا. تمام. وبعد ما قلبتها كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ أشيل المضرب بتاعي خالص. أجيب صينية. الأول هلم الجوانب بتاعتي، وأحضر الصينية بتاعتي. صينية مقاس 26 دهناها بالسمنة أو بالزبدة، ورشة دقيق فيها يا جماعة، موزعاها كويس. وهبدأ أنزل بالخليط بتاعي كله في الصينية بتاعتي. تمام. هنزل بالخليط كله كويس، وبالمعلقة هنزل كل اللي في الطبق بتاعي. وهخبط الصينية بتاعتي خبطتين عشان اخرج الهواء منها. وبدخلها على فرن سابق التسخين قبلها ب5 دقايق بس على درجة حرارة 180. وبدخل الصينية على الشبك في النص، ومش بشغل الشواية، ومش بفتح عليها قبل تلت ساعة. تمام. ده شكلها بعد ما استوت. هبدأ احضر الصوص بتاعي. معايا كوباية ونص من اللبن. سعة الكوباية 200 ملي، يعني معايا 300 ملي أو 300 جرام. وبضيف عليها معلقة سكر حبيبات ما يعادل 20 جرام، ومعلقة كبيرة كاكاو خام غير محلى، ومعلقة نشا صغيرة ما يعادل 4 جرام. وطبعا معلقتين زيت يا جماعة. تمام. وهقلب كويس وانزل اقلب كويس لحد الخليط كله ما يختفي معايا. وطبعا هبدأ ارفعهم على النار.
هارفعهم على النار مع التقليب المستمر يا جماعة علشان إحنا أضفنا نشا، وباقلِّب كويس، وأول ما الصوص بتاعي يسخن أو أول ما يبدأ يكون داخل على غليان كده، هابدأ إن أنا أنزل إضافة كمان هتشوفوها دلوقتي، هانزل ب80 جرام من الشوكولاتة الخام أو شوكولاتة بالحليب، تمام، وأقلِّب كويس لحد الشوكولاتة ما تدوب ويبدأ يتقل معايا، تمام، تقليب مستمر يا جماعة على نار متوسطة، درجة حرارة متوسطة، وأول ما يبدأ يغلي هاحس إن هو بدأ يتقل معايا، لو عايزة تضيفي معلقة كريم شانتيه ماشي ما فيش أي مشاكل، لو متواجدة عندِك تمام، مش متوفرة عندِك خلاص ما فيش أي مشاكل. هتقلّبي وأول ما الخليط يبدأ إن هو يغلي معايا ويتقل معايا، هابدأ إن أنا أشيله من على النار خالص. كده بدأ يغلي معايا وبدأ القوام بتاعه يتقل بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، تمام؟ أنا ما زلت باقلّب، بُصّوا شايفين قوامه ما شاء الله بقى تقيل بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بقى قوامه ممتاز جدًا، هابدأ أرفعه من على النار، تمام؟ تمام مع بعض. بعد كده بعد ما رفعته هابدأ أقطّع الكيكة بتاعتي، تمام؟ هتقطّعي الكيكة زي ما أنتِ عايزة، بالطريقة اللي أنتِ بتحبيها، وهابدأ إن أنا أنزل عليها بالصوص بتاعي اللي أنا حضّرته وهو سخن، تمام، طبعًا الكيكة أخدت معايا في الفرن حوالي 40 دقيقة يا جماعة، وبتحطّيها على درجة حرارة 180 وما بتشغّليش الشواية وفي في الشبكة، ما تفتحيش عليها قبل تِلت ساعة. طبعًا أنا كده تركتها بعد ما بردت شوية ممكن تتركيها كده وممكن تزيّنيها بشوكولاتة فرماسيل. على الوش، عايزة تضيفي كده ضيفي، مش عايزة براحتك خالص ما فيش أي مشاكل، تمام، أنا رشيت عليها كان عندي شوكولاتة مبشورة كده رشيتها على وشها وده شكلها ما شاء الله كانت روعة، هاخرّج لكم حتة منها دلوقتي أو قطعة منها عشان تشوفوا شكلها من جوّه شكلها إيه، شكلها ما شاء الله خفيفة وهشة ومرتفعة وبتدوب في البُق يا جماعة دوبان، بس هاقرّب الكاميرا عشان أورّيكم القطعة شكلها إيه من قريب. بُصّوا القطعة ما شاء الله كانت طالعة معانا ناجحة وممتازة جدًا، وزي ما أنا ما قُلت لكم مرتفعة وهشة، وكمان بتدوب في البُق دوبان ومقاديرها مضبوطة مليون المِيّة ومش هتاخد معاكِ 5 دقايق. هاقول لكم بقى يا جماعة على أسباب الفشل الكيكة، في ناس بتسأل ليه بتطلع من الفرن وشّها مشقّق أو مفتّح معاها. وده زيادة دقيق يا جماعة، وكمان زيادة البيكنج باودر ممكن يعلّي الكيكة جدًا معاكِ زيادة عن اللزوم وترجع تهبط مرّة واحدة، لازم نلتزم بالمقادير، وكمان الفرن عامل أساسي ومهم جدًا في نجاح الكيكة، لو الفرن هادي أوي هيطلّعها ناشفة، ولو عالي هيطلّعها مستوية من برّه ومن جوّه لأ، هتبقى لسه ما استوتش كويس، طبعًا لو فتحتِ الفرن قبل تِلت ساعة هتهبط معاكِ الكيكة ومش هتبقى الجانب اللي هيخش فيه الهوا